إذاعة من العميد طارق. اليوم خلق قضية واستلزامات قضية المرضى الفشل الكلوي. تخيلوا يا جماعة قسم الفشل الكلوي يمكن استداغه لسنوات على فلاتر حق الأطفال، لأن مع انتشار أمراض الإسهالات وسببت في عديد من حالات الأطفال الفشل الكلوي. اليوم وفرت هذه الفلاتر التي كان المريض يروح إلى صنعاء ويعاني من مشقات بسبب الغسيل هناك. نسأل الله أن يبارك في رزقه. هذه عينات فلاتر. اليوم فتح المركز ما قدر حتى ساكين يقولون الحمد لله انها توفرت بفضل الله ثم بفضل العميد طارق. يعني الان بتحل عناء كثير من مشاكل المريض، بدل ما كان يروح الى صنعاء اكثر حالات توفي بسبب انعدام هذه الفلاتر. اول فلتر اطفال يشتغل اليوم داخل عدن بفضل الله ثم بفضل العميد الذي تبرع. فلاتر قضية مرضى الفشل الكلوي. نسأل الله أن يبارك في رزقه. كيف معنوية؟ الله يشفيك يا حبيبي.